البيت السعيد مش هو البيت الكبير، مش هو البيت اللي مليان رفاهية، مش هو اللي شكله حلو وشيك ودهاناته أفخم وأحدث الموديلات من الدهانات، ولا الأنتيكات اللي معروضة واللي محطوطة في كل مكان. البيت الحقيقي اللي كله سعادة هو البيت اللي كان دايما حيطانه مبنية على أساس حب وتفاهم. البيت السعيد في القلوب اللي ساكنة جوه البيت. البيت السعيد هو اللي جواه راحة مش أساس. البيت السعيد اللي مليان حب وتفاهم ودعوة صادقة، كلمة حلوة بتتقال. البيت السعيد مش هو اللي مفهوش مشاكل، كل بيت فيه مشاكل وكل واحد بيعدي بأيام حلوة وأيام صعبة. بس الفرق في ان البيت السعيد لما بنزعل بنكلم بعض، ولما بنتعب بنسند على بعض، ولما بنتضايق من بعض او بنتجرح من بعض بنعرف نحل الأزمة دي وازاي نداوي الجراح دي. ولما يضيق الحال بنفكر بعض او بنفتكر ان الرزق مش كل حاجة، مش هو الفلوس وبس. الرزق في الحب، الرزق في الستر، الرزق في الونس، الرزق في القلوب اللي بتخاف عليك، الرزق في العيون اللي بتفهمك من كلمة، اللي بتفهمك من نظرة. البيت السعيد مش دايما صوت ضحكه بيكون عالي، ولا اوقات دايما يكون كله سكون وهدوء. بالعكس، البيت السعيد في الحضن وفي الونس، حضن يطمنك من غير كلام. البيت السعيد لما تسامح اللي بتحبه وانت عايش معاه حتى لو كان زعلك. البيت السعيد هو البيت اللي بيتذكر فيه اسم الله، هو البيت اللي الشيطان ما يعرفش يدخل لطريق قلب اي حد في البيت ده، اللي ما يعرفش الشيطان ما يعرفش يفرق ما بينهم ابدا. البيت اللي كله سعادة، مش سعادة بمادية، السعادة بتبقى ملموسة ومحسوسة، بالأم الراضية، بالأب الحنون، باحترام الكبير واحترام الصغير، بالدفى، باللمة الحلوة. البيت السعيد مش بيت بيتبني بالطوب، البيت ده بيتبني بالمودة والرحمة والنية الطيبة. حافظوا على بيوتكم بالكلمة الحلوة وبالاحترام وبالدعاء. البيت السعيد هو البيت اللي فيه زوجة راضية، وست بتحب بيتها وولادها وبتخاف عليهم وبتتقي الله في ولادها وجوزها وفي مالها وفي نفسها. البيت السعيد اللي فيه راحة نفسية، بمجرد ما تدخل بيتك كده تحس بالراحة والطمأنينة والسلام. البيت السعيد مش في الحيطان، ولا في الانتيكات، ولا في العفش الفخم. البيت السعيد البيت الصغير اللي انت بتحبه علشان اللي فيه، اللي انت بتحبه عشان بتشعر فيه بالأمان. البيت اللي فيه أولادك أو زوجتك أو اخواتك أو أهلك، أي حد بتحبه، هو ده اللي بيكون فيه بيت سعيد. البيت السعيد اللي بيعدي عليه أيام حلوة وأيام صعبة. البيت السعيد هو اللي فيه ست راضية بالقليل قبل الكتير، وبتحمد ربنا على القليل قبل الكتير. البيت السعيد لما تكون الكلمة الحلوة في حياتنا عادة، والابتسامة لغة اليمنى. وفي نهاية الحلقة النهاردة عايزة أقولك يا حبيبتي إن البيت السعيد ده مش هدية إحنا بنستناها من حد هيهديها لنا ولا حد هيوهبها لينا. البيت السعيد ده نعمة بنخلقها بإيدينا كل يوم، بكلمة حلوة تطمن قلب اللي حواليكي، بابتسامة منك، بدعوة من قلبك، بدعوة في صلاتك لولادك ولجوزك ولنفسك. خلي بيتك دايما منور بحبك ورضاكي، وخلي طاقتك دايما إيجابية بحضورك وذكرك لله، وصلاتك اللي ما بتتقطعش أبدا ولا بتأخريها. ولو يوم حسيتي ان التعب زاد او الهم خبط على بابك، حاولي على قد ما تقدري تستغفري الله كتير. افتحي اليوم بالاستغفار، واقفلي يومك بالاستغفار، هيخرج معاه كل الهم والغم. وافتكري دايما ان السعادة مش في البيت الكبير ولا البيت اللي مليان انتيكات وعفش فخم. البيت الكبير هو قلبك، قلبك هو البيت الكبير اللي بيعيش جواه كل اللي حواليكي وكل اللي بتحبيهم، الأسرة اللي انت كونتيها وعملتيها. حاولي بكل ما استطعتي من القوة ان انت تحافظي على البيت ده، على الأسرة اللي انت عملتيها دي. خلي دايما بيتك يكون مصدر لراحة وجذب الرزق والأمنيات. وأخيرا وليس آخرا، نصيحة من أختك: خلي في بيتك ركن كده هادي صغير للسكينة وللذكر وللتسبيح ولقراءة القرآن وللدعاء. الركن دوت اللي انت بتصلي فيه في أوضة نومك أو في أي مكان خاص بيكي في البيت. لأن باختصار البيت اللي بيتذكر فيه اسم الله بيت ما يعرفش طعم الضيق. حتى لو الدنيا ضاقت بيكي في الرزق شوية، الشيطان مش هيعرف يدخلك من أي طريق، والدنيا هتمشي وهتعدي، وكل صعب هيعدي عليكي سهل. وقولي الحمد لله.
ولو بتحبي النوع ده من الفيديوهات ما تنسيش تعمليلي متابعة عشان تستنيني في الحلقات الجاية، لاني هكمل معاكي سلسلة متكاملة ليكي انتي واسرتك عشان نعيش سوا حياة هادية مليانة حب ودفى وسعادة، وهنعرف مع بعض ونتعلم سوا فن التعامل وازاي تكوني ست البيت اللي ليها بصمة في كل ركن في بيتها، وكمان ليها بصمة كبيرة في قلوب اللي حواليها واسرتها. خليكي معايا عشان بيتك دايما يفضل منور بالحب والطاقة الحلوة. خليكي كمان ست عاقلة، الست اللي هي بتعرف تبني بيتها بالعقل قبل العاطفة، وتخلي كل خطوة في حياتها فيها نية طيبة. الست الذكية الشاطرة الملمة بكل شيء في حياتها. الست الذكية مش بس بتعرف تدير بيتها وتدبر فلوس، لا، الست الذكية هي اللي بتعرف تدير طاقتها في بيتها وتحافظ على سعادتها مهما كانت الظروف. حبيبة قلبي، لينا لقاء تاني ان شاء الله في حلقة جديدة. ياريت ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لي كل جديد من اي حلقة جديدة انا بنزلها.